سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بأنوار المعرفة الدينية التي تطمح النفوس لها حتى تتفتح عقولها وقلوبها على بلوغ المعرفة الدينية من أهل الفضل، ونبذة من حلقات العلم للشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نتوجه إليه بالشكر على ما يتفضل به من قول بليغ في لقائنا المتكرر من أجل راحة العقول. الدليل على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نعم. عايزين من حضرتك تعرف لنا معنى كلمة الإيمان هنا. الإيمان هو اليقين بالأمر الغيبي. هذا الإيمان. ما اقدرش اقول انا اؤمن بان انا قاعد والاستاذ محمود سلطان دلوقتي بساكن، مش ايمان، ده مشهد. يبقى الايمان لازم يكون بامر غيبي، الذين يؤمنون بالغيب. متعلق الايمان امر غيبي، انما الامر المشهود ده مش عايز الحس، ليس مع العين عين. يبقى الايمان الاعتقاد بامر غيبي. طب الامر الغيبي دي ايه؟ اما ان تستدل عليه الدليل من الوجود كالوجود الأعلى. الله غيب، استدللت عليه بصنعته العجيبة دي اللي ما حدش ادعاها. أو أعلم منه بقى، يقول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. طب أما العقل ده إيه؟ أم قال لك عقلك ده تضرب بيه في الحياة، لأنك أنت حتى وإن كنت مش مؤمن بإله هتشتغل وتزرع وتشوف لك صنعة تاكل منها عيش. يبقى شو عمل جوارحك ده أنت تعمله ولو لم تكن مؤمن. امال اللي انا هاخده من ربنا ايه؟ اللي هتاخده من ربنا انك انت عملك انت بيديك الحياه دي بس، انما التكليف من الله هيديك حياه ثانيه فيها ايه؟ خلود. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله ده هو بيخاطبهم، يبقوا احياء ولا مش احياء؟ يبقى في حياه ثانيه، ما تنغرش بالحياه دي كده هتنتهي، بس في حياه ثانيه بقى ما تموتش بقى بعض. ادي الحياه اللي ايه؟ ولذلك سمى القيم اللي تديني الحياه الاخره التي لا تنتهي سماها روح، كما سمى الروح اللي بتدخل في الماده الطين تبقى فيها حياه. سمى برضه النازل من السماء روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا نزل به الروح الامين. بقى بتاع الماده نفخنا فيه من روحنا عشان تبقى تحيا وتنشا، انما بتاع القيم بقى اسمها الروح الامين. ليه؟ لانها هتديني حياه اكثر من الحياه بتاعت الايه؟ لان حياه الماده الى نهايه دائما، ولكن حياه الروح خالده وباقيه. هنا هنرجع مره اخرى، هل تكفي المعرفه في الايمان؟ لا، المعرفه زي ما قلنا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان فايده الايمان ايه؟ فايده الايمان انني امنت باله والموجد وانه واحد، وايه فايدته؟ ان نستمع له بقى واعمل. ولذلك مره ناس تعمل انما مش مؤمنه بالاله، وناس تؤمن ولا تعملش. يبقى في ايمان وفي اسلام. الاسلام انقياد بالجوارح للعمل، انما الايمان عمل قلبي. الله. في ناس بقى تنافق تعمل عمل الاسلام انما الايمان مش موجود. ولكن قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، انتم ما امنتوش، ولكن قولوا اسلمنا. بنعمل زيكم ونصلي زيكم، انما هنا ما فيش. ولما يدخل الايمان في قلوب، لسه ما دخلش الايمان في قلوب. فيبقى الايمان عقيده القلب، والاسلام حركه الجوارح في المامور به. الله. جزاء تربية اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. جزاء تربية اليتيم. جزاء تربية اليتيم انه اشاع في البيئة الاسلامية اللي شافوها ناس يربي يتيم، ان الانسان ما يحزنش لما يسيب ولده يتيم، لان المجتمع هيقوم به، يبقى شغله برزق ابنه بعد ما يموت المجتمع وراه انه بيكفله، يبقى ما يزعلش. وكذلك الولد حين يفقد اباه ويشوف سنينه ابوه لسه عايش، اشمعنى اللي مش عارف ايه؟ فاذا وجد ناس بيكفلوه يقول انا ان فقدت ابا فقد وجدت اباء. يبقى خلقه يتوازن ولا يحقدش على من لم يفقد ابوه، لان المجتمع كله بقى ايه ابوه. وبعد ذلك يكفيه جزاء ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله له منزلته المناسبة لمقامه عند الله. فبيقول: كافل اليتيم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. يبقى ويا النبي في احسن بقى من انه يبقى الجزاء ويا النبي. يبقى اذا الكفالة اليتيم تدي كم حاجة؟ 3 حاجات. الحاجة الأولى ايه هي؟ ان الراجل ما يحملش هم انه يساب عياله، لان ده اللي بيؤرق ناس كتير، انا انجرى لي حاجه والعيال يتموا. لما يشوف المجتمع قايم بحق اليتيم، وانا لو مت برضه هيعملوا كده، ما تهموش الحكايه دي. الولد نفسه ساعه ما يشوف ابوه مات وولد تاني ابوه ما ماتش، لو ما كانش كده يقول اشمعنى انا يعني اللي. لكن لما يلاقي اباء كتير عمالين يكفلوه يقوم يهونوا عليه، ما يملأش حقد، ما يتملأش ضغينه، والمجتمع يبقى سليم. وبعد ده في الدنيا، وبعدين في الاخره بقى النبي له مقامه المناسب له عند ربه. يقول بقى انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا، يعني قاعدين ويا بعض، يبقى دي منزله حاجه بقى. النهي عن البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. النياحة على الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.